كابتن احمد بلال. مساء الانوار يا كابتن احمد. مساء الانوار يا كابتن، ازي حضرتك؟ وحشني يا حبيب قلبي والله. الله يخليك يا كابتن، ربنا يعينك. النهارده قريت خبر انه انت على ابواب نادي الزمالك، احكي لنا كده يا كابتن احمد. والله يمكن عايز اقول زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان انا ما زلت على قيد النادي الاهلي. انما انا لسه يعني لحد الاسبوع ده يعني لم احسم الامور يعني. نعم. مش الامور بالنسبه لي ان شاء الله، يعني يمكن انا قلت انا هاخد قرار ان شاء الله خلال الاسبوع ده بمشيئه الله تعالى. واحدد وجهتي ان شاء الله لفين، وربنا ان شاء الله يكتب اللي في الخير باذن الله تعالى ان شاء الله. لا لكن هل في حوارات معاك او مفاوضات، سيبك يعني بشكل عام، خارج النادي الاهلي يا كابتن احمد؟ في الحمد لله، في من كل مكان يا كابتن والله الحمد لله. يمكن ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى على الواحد الحمد لله. يمكن برضه من توفيقه والسيره الذاتيه بتاعت الحمد لله خلال الفتره اللي قضيتها في النادي الاهلي. في مفاوضات كثيره جدا مع كل بلا استثناء الحمد لله كل الانديه في مصر الحمد لله، في انديه اكيد. طب منهم الزمالك يا احمد؟ في ناس كلموني في نادي الزمالك. لكن انا قلت لحضرتك ان شاء الله يمكن ان شاء الله قراري بمشيئه الله تعالى هياخدوا يعني الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي بكتير بمشيئه الله تعالى. بعد ان الواحد يفتخر ربنا سبحانه وتعالى واللي في الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. طب لكن بمنتهى الصراحه يا احمد، هل حد من الاهلي يعني فتحك في تجديد عقدك؟ لا انا كابتن كل الحوارات اللي حصلت في النادي الاهلي كان اخر حوار فيهم كان دار مع كابتن حسام البدري امبارح قبل المباراه ما تبتدي. كان بيتكلم ان احنا المفروض ان احنا نقعد بعد المباراه بتاعت امبارح ونتكلم ونتناقش في حوارات التجديد في النادي الاهلي مع لجنه الكوره. ده كان الكلام اللي كان دار مع كابتن حسام امبارح قبل المباراه. ولكن الحقيقه اللي حصل في المباراه يمكن ما اعرفش هل ده برهان مثلا على ان الواحد ما يبقاش له مكان في النادي السنه اللي جايه، او الواحد يفكر بشكل جد ان هو يسيب النادي الفتره اللي جايه. ان طبعا حضرتك شفت اللي حصل معايا امبارح، يعني حاجه للاسف. والله يعني انا حابب اكيد اسمع تعليقك او احساسك، وبعدين هقول لك برضه وجهه نظري في النهايه. والله يا كابتن طبعا انا بس مش عايز الامور تتفهم غلط بالنسبه لي. انا بس عايز اقول نعم. انا طبعا ما فيش حد اطلاقا يعني هيسخني مثلا زي ما الناس بتقول على النادي الاهلي او على كابتن حسام. اطلاقا انا بحترم كابتن حسام جدا. برافو عليك. الاهلي برافو عليك. عايز اقول ان لله سبحانه وتعالى الفضل على احمد بلال ثم النادي الاهلي. وده شيء ما اقدرش انكره وما اقدرش. ومش انا الراجل اللي لما امشي من مكان او لما اكون على استعداد ان انا امشي من مكان ان انا ابتدي اجيب السكاكين واقعد اقطع في الناس اللي عملت فيا او مش انا خالص كده. برافو. لكن كل الاحترام للنادي الاهلي بجمهوره بمجلس ادارته بمدربينه بالكابتن حسام شخصيا، لان هو بالنسبه لي يعني بغض النظر عن الفنيات او بغض النظر عن هو يكون مدير الفني للفرقه، هو راجل بالنسبه لي راجل كبير وراجل اخ كبير بالنسبه لي وانا بحترمه واقدره. لكن عايز اقول ان كان في خطا امبارح من كابتن حسام لاحمد بلال. خطا ممكن يكون مقصود او غير مقصود الله اعلم، ولكن عايز اقول ان دي حاجه كبيره في حق احمد بلال ابن النادي الاهلي، حق احمد بلال كراجل كابتن في النادي الاهلي، كراجل كابتن للنادي. حق احمد بلال ان هو كراجل يقال ان هو عنده موهبه ويقال ان هو لعيب طبعا في الملعب. اعتقد ممكن يكون الكلام ده بقصد او من غير قصد. يعني طب اسالك سؤال وبعدين نخش على حته بقصد او بغير قصد دي. يعني هو كان المفترض انه انت قال لك سخن واجهز. المفروض ان كابتن في الشوط الرابع بدايه الشوط الرابع كان كابتن حسام كابتن يوسف جالي وقال لي سخن عشان تنزل، فرحت فسخنت طبعا وجا. ما قالكش هتنزل مكان مين؟ لا ما قاليش هنزل مكان مين. اوكي. مش هسالك، ما سالتوش الحقيقه. كويس. كابتن حسام انا خلاص لبست التيشيرت وجاهز ان انا انزل، فشويه قال لي لا استنى، فاستنيت مفيش مشكله. فشويه قال لي طب سخن تاني، سخنت فاستنيت. باقي 5 دقائق، باقي 3 دقائق، باقي دقيقتين، ناداني على الخط تعالى هتنزل. تمام طب يا كابتن انا جاهز. طب استنى الحكم صفر الحكم. طب استنى لا استنى الكره اللي جايه دي. فالحقيقه انا يعني عارف انت برضه في موقف يعني مش انا اللي تعمل معاه كده. بلال يعني مش انا اللي هنزل لا قدر الله اخسر الفرقه، ومش انا المفروض ان يعني كابتن حسام شايف هو عارف امكانياتي كويس وعارف يعني الحمد لله الواحد برضه مش قليل عشان ان هو مثلا ينزل في اخر دقيقه او ينزل في اخر دقيقتين او ما ينزلش خالص بالشكل اللي حصل معايا امبارح. ولكن الحقيقه يمكن انا صعبت عليا نفسي الحقيقه بعد الموقف اللي حصل. يعني انا
ما كانش عندي تفكير خالص في الموقف ده اطلاقا يعني. طب انت قلت يا احمد في كلامك ربما عن قصد او عن غير قصد. طيب خلينا نقول قصد يعني ايه هو ممكن يكون القصد من وجهة نظرك؟ ما انا عايز اقول لحضرتك انا مش عارف يا كابتن هل الموضوع ده يعني هل انا مش عارف. انا يعني عارف انت برضو انت كلاعب لما بتبتدي تحط تيجي توضح لنفسك الاسباب الموقف اللي انت اتحطيت فيه، بتبتدي تشوف يعني هل الكابتن حسام يعني قصده ان انا ما انزلش، مش عايز ينزلني حتى يشاركني في المباراه حتى لمده 5 دقائق لمده 10 دقائق، ربما مثلا تحرز هدف او حاجه تحرجه في مساله التجديد، تقصد كده مثلا؟ من الجائز يا كابتن، من الجائز، لان طبعا انا حصل معايا حوار مع كابتن حسام البدري تمام، وانا احترم حواراته جدا وكلامه معايا طول السنه. كابتن حسام جالي بعد مباراه الانتاج الحربي بعد ما سجلت هدف، نعم، وقال يعني انا اطمنت بشكل كبير عليك بالاداء وبالاهداف، واكيد ان شاء الله تبقى ليك مشاركه معايا في الكاس عشان نقدر نحسم قصه التجديد من عدمه. قلت له يا كابتن انا تحت امر النادي سواء لعبت او ما لعبتش. فابتديت نخش الماتش اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه. فعارف يعني عايز اقول لحضرتك انت تخيل حضرتك موجود مكاني في الملعب وقدامك 10 دقايق بتنزل على الاقل، يعني مش عشان خاطر توري للناس، لا على الاقل انت بتحب النادي ونفسك تلعب ونفسك تكون موجود في لحظه زي كده ونفسك تساعد الناس، خصوصا ان المفروض ان ده كان هيبقى اول كاس لاحمد بلال ان هو يشيله مع النادي الاهلي. بالظبط اكيد طبعا اكيد، يعني انا طبعا مقدر مشاعرك اكيد، لكن خليني يعني اقول لك وجهة نظر يعني لو سمحت لي. اتفضل طبعا يا كابتن. فيما يتعلق بجزئيه قصد او غير قصد، يعني طبعا المدير الفني الحقيقه في بعض الاوقات العصيبه من المباريات، لانه المباراه كانت عصيبه زي ما انت شفت. طبعا يا كابتن. والحقيقه حارس حدود قدم مباراه يعني احرج فيها النادي الاهلي في اوقات كثيره. النادي الاهلي قدر ان هو يقف على الطريق الصح في اجزاء من المباراه، لكن كان في اجزاء اخرى في صالح حارس حدود تماما. احيانا المدير الفني بيصاب بحاله من مش عايز اسميها التشويش، لكن بيبقى مش قادر ياخد قرار في لحظه معينه، فممكن جدا ان الواحد يقوم مجهز لعيب تحسبا انه يدفعه في لحظه معينه. انت بتلعب كمان ضربات جزاء. كل حاجه كابتن. انت بتلعب كل حاجه، انا عارف والله انا عارف اكيد. انا عايز اقول لك قبل ما اكمل لك الجمله دي، يا بخت النادي اللي انت هتنضم له. انا اتوقع لك بعد فتره اعداد جيده وثلاث 4 مباريات مع اي فريق سواء الاهلي او غيره، لو اخذت فرصه حقيقيه هتبقى نجم النجوم في هجوم الانديه المصريه كلها. ده توقعي برؤيتي ليك، وانا بعرف اشوف شويه يعني. ربنا يخليك. فدي حقيقه يا احمد بالنسبه لك يعني. فانا اتصور انه ما كانش اطلاقا في اي قصد اطلاقا. هي مساله ان بيبقى في ستريس على المدير الفني في لحظه معينه، وبالتالي ما بيبقاش قادر يحسم موقفه في اللحظات العصيبه اللي زي مباراه امبارح. انا طبعا مع حضرتك في الكلام ده قلبا وقالبا يعني. الموضوع طبعا يعني صعب على كابتن حسام طبعا. ده او اي مدرب يعني بالظبط متعادل، ولكن يعني هي الموضوع بالنسبه لي ان انت متعادل يعني كان صعب انا عارف. في بدلك من بعض اللعيبه يعني الرؤيه اللي انت برضو كلاعب في الملعب ليك رؤيه برضو معينه. اكيد هتقدر تحكم على الامور، ان هو الرؤيه بتاعتي ان احنا كنا محتاجين على الاقل تغيير هجومي يعني. انا شخصيا كنت متصور ان انت هتنزل مكان محمد فضل الحقيقه، وانا قلت يمكن ده في تعليقي، لكن يعني خدها ايزي جدا. لكن انا خلاص فهمت منك دلوقتي انه انت شبه منتظر قرار لجنه الكوره فيما يتعلق باللاعبين اللي هيتم التجديد ليهم، وده امر طبيعي ولا يقلل من شأنك اطلاقا. انت راجل جوهره كرويه. النادي الاهلي ربما يجد ان هو عنده من هو بالنسبه له ملائم اكثر، وهذا حقه. بالتالي اوتوماتيك لا يقلل منك ابدا يا احمد، عشان تبقى الكلام واضح قدام الملايين اللي بيسمعونا دلوقتي. انت من حقك، وده وضع طبيعي جدا، ولو اي واحد مكانك هيعمل كده هينتظر قرار لجنه الكوره. اذا قرار لجنه الكوره مع التجديد لاحمد بلال، اتصور ان انت هتجدد لفريقك اكيد. اذا ما كانش، فأنا متأكد أن ستتهافت عليك مجموعة كبيرة من الأندية لضمك لتصبح هداف قدير لهذا النادي اللي هتنضم إليه. ربنا يخليك يا كابتن. أنا بقول تاني هارد لك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم، وهارد لك لكابتن حسام البدري والجهاز اللي معاه. بطولة ضاعت من النادي الأهلي، لكن اللي جاي إن شاء الله النادي الأهلي يكون أفضل. النادي الأهلي فريق كبير، وإن شاء الله. يمكن أنا عايز أقول بس لحضرتك التكوين حضرتك الكلام اللي قلته طبعا بشكرك عليه جدا، ودي ثقة وتقدير
انا بشكر حضرتك عليه جدا. لا دي حقيقه يا احمد والله. ربنا يخليك يا كابتن، ده تقدير جميل الحقيقه. يمكن ان شاء الله يعني ربنا يكرم موجود في النادي او بره النادي او في اي مكان، ان شاء الله الواحد يسعى بقدر الامكان ان هو يقول للناس ان هو فعلا. انا الحقيقه ان السنه دي ما خدتش فرصه كبيره جدا ان انا العب، ولكن ان شاء الله اللي جاي بالنسبه لي يكون افضل مشيئه الله. ان شاء الله بكل توفيق يا احمد. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. اشكرك يا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا.